مع الأخبار المنتشرة عن تدخل الطيران المصري وغضب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الوضع بالسودان، تعتبر تقلبات الوضع الراهن مجبرة للدول عن كشف ما لديها من أسلحة ردع. فالأحداث بالسودان تنذر عن خطر كبير على الحدود المصرية، وما خطر سد النهضة ببعيد، حيث يعتبر الجيش المصري أقوى جيوش المنطقة، بل ويتربع على عرش أقوى جيوش إفريقيا. يمتلك الكثير من الأسلحة الخطيرة والفتاكة، ما يجعله حصنا منيعا ومعيار الثقل في القارة السمراء. بعد أن تبوأ المرتبة ال14 عالميا، بدأت الكثير من الدول تبحث عن أخطر الأسلحة المصرية، وآخر تلك الأسلحة لديه القدرة على محو مدن بأكملها. حاملة الطائرات ميسترال الفرنسية، الفرقاطة جويند 2500، الغواصة تايب 209، مقاتلات الرافال، الصاروخ ميتيور. صاروخ ميتيور النيزك، وهو أول صاروخ جو في العالم يتميز بمحرك نفاث، ويستخدم ميتيور معززة صاروخية تعمل بالوقود الصلب العادي لمنحه السرعة اللازمة للانطلاق، ويعمل خارج مدى الرؤية البصرية BVRAAM ذو توجيه نشط بالرادار من تطوير شركة MBDA. يوفر الصاروخ القدرة على إصابة والتعامل مع أهداف بعيدة المدى مجهزة بمضادات إلكترونية ECM على بعد يزيد عن 100 كيلومتر. وتذكر بعض الصحف المهتمة بالشأن العسكري أن له قدرة على تدمير مدن بأكملها.